اتلخبطت؟ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه ده؟ انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم؟ النهارده هشرح لكم قاعدة زمن الماضي التام اللي هو the past perfect tense. زمن الماضي التام زمن من الأزمنة السهلة جدا، بس الروابط بتاعته كتير شوية. النهارده هوضح لكم الدنيا وهقول لك الزتونة اللي هتساعدك في حل روابط الماضي التام. تابعني لحد آخر الحلقة عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. زمن الماضي التام يا شباب زمن سهل جدا، لأن تكوينه حاجة واحدة بس، وهي هاد والتصريف الثالث للفعل. هاد بتيجي مع جميع ضمائر الفاعل، يعني مع I, he, she, it, they, we, you. كل ضمائر الفاعل بتيجي مع هاد. الكلمات المستخدمة مع زمن الماضي التام كلمات كتير شوية، بس أنا إن شاء الله هطلعك من الفيديو بتاع النهاردة حافظها كلها. تعال بص على الكلمات كده. أنت عندك after, as soon as, before, by the time, when, till, until, because, as, so, that's why. كل دي كلمات مستخدمة مع زمن الماضي التام. طيب شوف كده الاستخدام بتاع زمن الماضي التام. بيستخدم زمن الماضي التام للتعبير عن حدث وقع قبل حدث آخر في الماضي، وده اللي أنا عايز أقول لك عليه، إن زمن الماضي التام غالبا يا شباب ما بيجيش لوحده أبدا. زمن الماضي التام مرتبط دايما بزمن الماضي البسيط، بيبقوا حدثين مع بعض. طبعا زمن الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل، وزمن الماضي التام زي ما انت شايفه قدامك بيتكون من هاد والتصريف الثالث للفعل. فالروابط اللي قدامك دي بتاعت زمن الماضي التام هتربط معاك زمنين، زمن ماضي بسيط وزمن ماضي تام. فين هيجي الماضي البسيط وفين هيجي الماضي التام؟ ده اللي احنا هنقوله ان شاء الله في الحلقة بتاعتنا النهاردة، وهدربك كمان في آخر الحلقة ازاي تحل الجمل بتاعت الماضي التام. عايزك تاخد بالك من خط العمر اللي قدامك ده. عندك 3 نقط. عندك طبعا النقطة اللي في النص دي البريزنت اللي هي المضارع، وطبعا فيوتشر مستقبل، وباست اللي هو الماضي. زمن الماضي التام وزمن الماضي البسيط هم حدثين حصلوا في الماضي، بس الماضي التام هو أقدم من الماضي البسيط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا أنا النهاردة ذاكرت دروسي ولعبت كورة. يا ترى ايه الحدث اللي انت عملته الأول؟ ذاكرت دروسك الأول ولا لعبت كوره الاول؟ لو كنت ذاكرت دروسك الاول هتحط الجمله بتاعت ذاكرت دروسي دي في الماضي التام، ولو كنت لعبت كوره بعد كده فانت هتحط لعبت كوره في زمن الماضي البسيط. كده بقى عندك حدثين حصلوا في الماضي، واحد اقدم شويه. الاقدم ده اللي انت هتحطه في الماضي التام. تعالوا نشوف يلا الروابط واستخداماتها ازاي مع زمن الماضي البسيط وزمن الماضي التام. عندك اول جزء روابط معانا اللي هي افتر واز سون از. افتر معناها بعد، واز سون از معناها بمجرد ان. الاثنين طبعا بيجوا في النص زي ما انت شايف كده، وقبلهم زمن ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل، وبعدهم زمن ماضي تام. طيب هل هم ما ينفعش يجوا غير في النص؟ لا طبعا، ده هم ينفعوا يجوا في النص وينفعوا يجوا في اول الجمله. سواء جم في وسط الجمله او في اول الجمله، هو زمن الماضي التام هو الجمله اللي وراهم مباشره، وزمن الماضي البسيط هو اللي بيتحرك، يا اما يبقى قبل الرابط يا اما يبقى بعد زمن الماضي التام زي ما انت شايف قدامك. شوف كده المثال اللي قدامك. I watched TV after I had finished my homework. كده after هي في النص، قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام. لو حبيت احط افتر في اول الجمله هتبقى after I had finished my homework I watched TV. كده افتر بعدها ماضي تام زي ما هو، مفيش اي تغيير، وجمله الماضي البسيط اللي محطوطه بعد الكوما. تعالوا نشوف مثال على as soon as. He had breakfast as soon as he had washed his face. قبلها ماضي بسيط وبعدها ماضي تام. لو ركزت شويه هتلاقي قبلها هاد وبعدها هاد، فممكن تفكر ان انا اتلخبطت ولا حاجه. لا يا شباب، مفيش لخبطه، لان هنا هاد بمعنى تناولت، وده التصريف الثاني من فعل هاف. فطبعا عشان ما تقولش انا كده حاطط ماضي تام وماضي تام، لا، هو ماضي بسيط. ماضي تام لو جه وراه تصريف ثالث، لكن بما ان وراه ناون وراه اسم فطبعا هنا بمعناها يتناول. قبل ما ادخل على بقيه الروابط عايز احفظك حاجه كده. الافتر، خد بالك من الجمله اللي انا هقولها لك دي. افتر ماضي تام، يعني بعد افتر ماضي تام تبقى الجمله اللي فاضله ماضي بسيط. وانت بتحل في الامتحان لو انت نسيت الماضي التام بعد او قبل افتر، قول الجمله دي وانت مش هتنساه. افتر ماضي تام بعد افتر ماضي تام، يبقى الجمله اللي فاضله في الماضي البسيط. الثلاث روابط اللي بعد كده عندي when, before, by the time. طبعا when وبيفور وباي ذا تايم برضو قاعدتهم الثلاثه شكل بعض. عندك بيفور بدأ بحرف البي، باي ذا تايم بدأ بحرف البي، ومعاهم when. قبلهم ماضي تام وبعدهم ماضي بسيط، قبلهم past perfect tense وبعدهم past simple tense. دول لو كانوا في نص الجمله. اما لو كانوا في اول الجمله فهيبقى برضو زي ما هم، بعدهم ماضي بسيط past simple tense، والجمله اللي فاضله في الباست perfect tense. طبعا هم الثلاث روابط دولت عكس
after و as soon as. برضو هحفظك حاجة على before، يبقى انت عارف ان before وباي ذا تايم وان مع بعض شكل بعض تماما. احنا قلنا مع after دلوقتي after ماضي تام. طيب قول نفس الكلام على before ماضي تام. before ماضي تام، يعني قبل before ماضي تام تبقى الجملة اللي فاضلة في زمن الماضي البسيط. شوف بعض الأمثلة كده اللي قدامك. I had finished my homework before I watched TV. يعني أنا خلصت واجبي قبل ما أتفرج على التلفزيون. before عندك في النص أهي، قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. طب حط before في أول الجملة كده، يبقى before I watched TV I had finished my homework. يعني قبل ما أتفرج على التلفزيون أنا خلصت واجبي. يبقى أنا خلصت واجبي الأول اللي هي في زمن الماضي التام. تعالوا نشوف جملة على when we arrived at the station the train had left. يعني عندما وصلنا المحطة القطار كان غادر. يبقى احنا وصلنا الأول ولا القطار غادر الأول؟ طبعا القطار غادر الأول، عشان كده حط the train had left في الماضي التام. تعالوا ندخل على الرابط اللي بعد كده عند till و until. till و until بيجي قبلهم ماضي بسيط منفي وبعدهم ماضي تام. ركز، لازم يكون قبلهم ماضي بسيط منفي وبعدهم ماضي تام، وهما الاتنين شكل بعض وهما الاتنين قاعدة واحدة. بص كده على المثال اللي قدامك. he didn't watch TV until he had done his homework. يعني هو ما اتفرجش على التلفزيون لحد ما خلص واجبه. يبقى هو خلص واجبه الأول. المثال الثاني the car wasn't sold till he had repaired it. يعني السيارة ما اتباعتش لحد هو ما صلحها. يعني هو صلحها الأول وبعدين باع السيارة. خد بالك till و until ما تجيبهمش في أول الجملة. بعد كده عندي because و as طبعا معنى واحد يا شباب، دي معناها لأن. بيجي قبلهم ماضي بسيط وبعدهم ماضي تام. قبلهم ماضي بسيط past simple tense وبعدهم ماضي تام past perfect tense. بص كده على المثال اللي قدامك. علي was tired because he had worked hard. علي كان تعبان لأنه اشتغل جامد أو اشتغل بجد. فطبعا هو اشتغل أرهق نفسه في الشغل فهو تعب، فكان إرهاقه في الشغل الأول هو كان سبب تعبه. طبعا الرابط اللي بعد كده عندي so و that's why، وانت عارف ان so و that's why عكس because و as. فلو كان because و as بيجي قبلهم ماضي بسيط وبعدهم ماضي تام، فيبقى so و that's why قبلهم ماضي تام وبعدهم ماضي بسيط. نفس الجملة اللي فوق هنعملها بصو. هقول علي had worked hard so he was tired. علي اشتغل جامد او عمل بجد او تعب نفسه في الشغل عشان كده هو تعب. عايزك تركز على روابط الماضي التام وتعرف استخدام كل واحد فيهم ايه عشان تعرف تحل جمل الرايت بسهوله. في استخدام تاني يا شباب لزمن الماضي التام. بيستخدم الماضي التام ليصف حدث تم في الماضي قبل وقت محدد. يعني هو بيجيب وقت محدد مع الروابط باي وبيفور فقط، فبيحط بعد باي وبيفور وقت محدد في الماضي وبعد كده ماضي تام. زي المثال اللي قدامك كده، اقول باي 2001 my uncle had built his house. في ملحوظه عايزك تاخد بالك منها وتركز عليها كويس جدا. افتر وبيفور الاثنين دول فقط. انا بقول افتر وبيفور الاثنين دول فقط. لو ما جاش بعدهم فاعل بتلاقي بعدهم الفعل مضاف له ing. يعني ايه؟ يعني انت لو ما لقيتش افتر هي او بيفور هي يعني اي فاعل اقصد يعني، فانت مش هتلاقي هاد. ما ينفعش تقول افتر هاد على طول، لا، يبقى انت مش هتلاقي فاعل، يبقى انت مش هتلاقي هاد، يبقى انت بعد كده هتلاقي فعل مضاف له ing. وبعد كده الجمله اللي تفضل بعد كده هي الزمن او هي تكمله الرابط. يعني ايه؟ يعني انت عارف ان افتر بيجي بعدها ماضي تام وبعد كده ماضي بسيط، فانت لو ما لقيتش في جمله الماضي التام فاعل يبقى انت هتجيب الفعل مضاف له ing. طيب بيفور، عارف ان بيفور قبلها ماضي تام وبعدها ماضي بسيط، فالجمله اللي بعد بيفور لو ما لقيتش فيها فاعل فانت هتلاقي الفعل مضاف له ing والجمله اللي فاضله بعد كده في الماضي التام. اتلخبطت؟ ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ بتاع اللي انت قلتها. ايه ده؟ انا عايز جمله مفيده. قول لي جمله مفيده عشان افهمك. مش انت ايه؟ قول ايه؟ قلت ايه؟ البتاعه امي مالها ومال الكلام يا بتاع. تعالى هنا. طب استنى كده لحظه عليا. بص كده على المثال ده. after parking his car he went to his work. يعني بعد ما ركن سيارته هو ذهب الى العمل. انت طبعا عارف ان افتر بعدها ماضي تام والجمله اللي فاضله ماضي بسيط. طب بص كده على الجمله اللي المفروض parking his car دي المفروض تكون after he had parked his car. طبعا هنا مفيش فاعل، كده يبقى مفيش had، كده يبقى الفعل مضاف له ing والجمله اللي فاضله في الماضي البسيط زي ما هي، مفيش اختلاف خالص. نفس الكلام على before watching TV he had studied his lessons. يعني قبل ما يشاهد التلفزيون هو ذاكر دروسه. before المفروض بعدها ماضي بسيط وماضي تام. جملة الماضي البسيط هنا مفيش فاعل، يبقى كده لازم هتلاقي فعل مضاف له ing والجملة اللي فاضلة في الماضي التام. أنا عارف إن الحتة دي لخبطتك شوية. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال
عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. انت سمعت قال ايه يا منصور؟ ده هو اللي ده صحيح بقى، زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا بكده يا شباب نكون انتهينا من شرح زمن الماضي التام. اتمنى من الله ان انتوا تكونوا فهمتوا الزمن وفهمتوا الروابط بتاعه الزمن. لو عندك اي مشكله سيبها لي في التعليقات اللي تحت الفيديو وانا هرد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعمل شير ولايك. لو ما كنتش اشتركت في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. اشوفكم على خير الحلقه اللي جايه في فيديو جديد. جود باي.